النهاردة كان عندي حالة طفل توحد. كان مع الثيرابيست قبل مني، فبنعمل ابديت مع بعض للحالة. بتقولي خلي بالك علشان هو لو هيقعد معاكي حصل انه 20 دقيقة فضل يصرخ ويصوت، عنده حالة تانترم. قلت لها طب ليه ده كله؟ ما انت لازم تعرفي السبب ليه. خدي بالك وانتي في البيت لازم تعرفي السبب. العياط ايه بالرغم انك ما عملتيش حاجة؟ السبب ايه؟ عرفتي السبب هتعرفي تعالجيه ازاي، وحسب كل حالة علشان محدش يجي يقول مش كل حالة بتطبق على الحالة اللي انتي بتعمليها. انا بتكلم على حالة طفل توحد قادر على التكلم، هو بيتكلم وبيعبر عن كلامه. فقلت لها طب خلاص مفيش مشكلة. اخدت الطفل وبدأت اعمل له تمهيدات. بدأ معايا يلعب العاب الليجو، اللعب اللي فيه سمارت وبيزود السكيلز عنده والمهارات عنده. المهم سبته لغاية ما يخلص ويستمتع، لغاية ما سبته حوالي 20 دقيقة بيسترخي وبيهدى وبمهدله. بعد كده شافني وانا بطلع الورق اللي انا هذاكر فيه عشانه. بدأ بقى قلت له انت بتعمل كده ليه؟ انا مش عايزه اذاكر. قلت له مين قالك ان انت هتذاكر؟ ده انا اللي هذاكر. قالوا عليك ان انت ما بتعرفش تعمل حاجه خالص. انا اللي هعمل ده مش انت. انت ولا بتعرف تكتب A ولا B ولا C، ولا بتعرف تعمل تراسنج للشيبس السكوير والسيركل والتريانجل. انت ما بتعرفش تعمل حاجه، انا اللي هعملهم. قام باصص لي كده وقال لي لا انا بعرف. قلت له نو، انا اللي بعرف انت لا. قال لي لا انا اللي هعملهم، وخطف مني الورق وقعدت اتفرج عليه لغايه ما خلص الورك كله. الطفل ده بيجي بطريقه الاندايركت. انا عارفه انه مجهود كبير، بس المجهود ده وراه حاجات بتنميها وبتكبريها في الطفل علشان يقدر يتواصل معاكم ومع المجتمع اللي حواليه، ويقدر ياخد حقوقه الكافيه والكامله. تابعونا في فيديوهات تانية علشان تعرفوا ازاي تعاملوا طفل التوحد. صباحكم خير.